سول نفسك بصدق كيفاش ممكن نعيش في الفقر وربي هو الغنى المطلق. الله ما خلقناش باش نبقاو نجريو مورا الفلوس، خلقنا باش نفهموا السر وراءه، الماهية الوجود، وأن المادة ماشي غاية بل هي وسيلة، وسيلة باش نعبروا على الشكر ديالنا، باش نخدموا طريقنا ليه، باش تكون الأرض ممر نحو السماء ماشي سجن لينا. الرزق ماشي غير الأرقام اللي في البنك، ولكن الرزق هو النور اللي تيجري من الله. هو كل مرة تذكر الرزاق تتفتح باب جديد من أبواب الوفرة، وكل مرة تتخاف من الغد تتغلق باب من أبواب البركة. الغنى ماشي غير الممتلكات، غنى الوعي، أنك تشوف يد الله في كل التفاصيل الصغيرة، وتحس أن كل شيء في حياتك منسوج تفهم أن الغنى ماشي في شنو عندك، ولكن في الله اللي معاك. الله ما تيبغيكش تكون فقير، تيبغيك تكون حر من عبودية المال، وتستعمله كوسيلة، وتبقى روحك متعلقة به، لأن المال في يد الإنسان الواعي عبادة، وفي يد الغافل قيد.